كشف الفنان إياد نصار عن رأيه في أزمة تصريحات الفنان عمر مصطفى متولي والفنان أحمد فتحي عن الفنان الراحل شكري سرحان. وقال إياد نصار خلال لقائه في برنامج حبر سري: بالنسبة ليا كل جيل قبلي هما اللي صنعوا ليا الحلم. لما وعيت على الدنيا وحبيت أبقى ممثل، أنا كنت شايف نور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي، كنت شايف عبير عيسى وربيع شهاب من الأردن. دول اللي خلقوا ليا الحلم وخلوني عايز أبقى ممثل، وليهم الاحترام في صناعتي أنا كممثل، وبالتالي ما ينفعش ممثل يقول أي شيء عليهم، لأن دول هما اللي خلوك تكون موجود. وتابع إياد نصار: مش بحب أصادر على رأي حد، كل شخص من حقه يقول رأيه، لكن أوقات بيحصل اجتزاء للفكرة أو ما تكونش ناضجة داخل دماغ الفنان، فبقولها بشكل هو مش قاصد يجرح. وأكمل إياد نصار: مثلا السينما العالمية لما انتهت السينما الصامتة ودخل الكلام، كان الممثلين لسه متأثرين بالمسرح، فكان في طريقة تمثيل مش الحديثة، لكن دي المدارس اللي فضلت وتحركت وغيرت طريقة التمثيل. في مرحلة من المراحل الممثل في السينما المصرية كان في شيء من التمثيل المسرحي، بس هل ما كانش فيه صدق وحالة حب واللمعة الموجودة في عيون الممثلين بالأبيض والأسود؟ بتمنى تكون عندي مش مبالغ كبيرة وفلوس، في حب وعشق للمهنة تحترمه وتقول ده اللي خلق لي الحلم. أنا أعتقد خانهم التعبير، التمثيل اتحرك في العالم كله. وكان عمر متولي استضاف الفنان أحمد فتحي في واحدة من حلقات برنامجه لي كلوك، ووجه له سؤال جاء فيه: مين تحسه في تاريخ السينما المصرية نجح قوي بس بنسبة كبيرة مش موهبته، كانت ببركة ربنا؟ ليرد عليه أحمد فتحي: معظم جينات السينما المصرية. فيعود عمر متولي ويضيف قائلا: أنا كانت إجابتي على السؤال ده شكري سرحان. ليضيف أحمد فتحي: كله صغيرين وكبار، ممكن تبقى الموهبة مبططة لكن هو نجم شباك وجان.